في الكورس اللي فات حد من الشباب سألني سؤال مهم جدًا، قال لي: "إحنا ليه بنشوف الحاجات ديّة بتتعمل في دقيقة واحدة بس، وإحنا هنا بقى لنا يومين بنعمل حاجة واحدة؟" وده سؤال جميل جدًا، ممكن يبقى أجمل سؤال جالي. في الحقيقة أنت لازم تبقى عارف إن أي حاجة أنت بتشوفها على السوشيال ميديا ليها غرض، يا إما مشاهدات، يا إما هو هيستفيد منك بعد كده بس مستني عقلك يتخزن جواه شوية أفكار معينة، يا إما هو بيبيع لك وأنت مش عارف. المهم إن أي فيديو أنت بتشوفه ليه غرض، هو مش بيبقى مهتم إن أنت تستفيد استفادة فعلية قد ما مهتم إن هو يستفيد، وده اللي بيحصل مع كل الناس اللي بتحاول إن هي تنشر على السوشيال ميديا. فالخلاصة ما فيش حاجة بتتعمل في دقيقة واحدة بس، لأ، كل التقنيات اللي أنت بتشوفها بتحتاج وقت كبير جدًا، جدًا عشان تطلع وتطلع مضبوطة، خاصةً لو التقنية مركبة زي مثلًا تقنية موج البحر، أو لو هنصب ريزن مع كونكريت، الاتنين دول بيحتاجوا إن إحنا نستنى عليهم شويتين 3، 4 والتريكات اللي جوه كتير أوي، وأنا ذات نفسي مستحيل أشرحها لك في فيديو دقيقة، دي حاجة هتاخد مننا وقت، ولازم يبقى فيها خطوات معمولة ورا بعض عشان الحاجة تطلع مضبوط. وعشان ألخص عليك الموضوع يعني، أنت مستحيل تتعلم حاجة من فيديوهات بتتعرض قصادك لمدة دقيقة. أنت بتعمل مخزون بصري قوي جدًا، جدًا يقدر يفيدك بعد كده، لكن أنت مش هتقدر تتعلم. عشان تتعلم لازم يبقى عندك خطوات واضحة تقدر تمشي عليها فتطلّع المنتج ده. وعشان أختصر عليك القصة جمعت لك أبرز 7 كورسات هاند ميد وحطيتهم لك كلهم في باكج واحدة، تقدر تدمج الفنون دي كلها مع بعض وتطلّع قطعة شكلها جديد، هتبقى عاملها بكل الخطوات والتريكات المضبوطة، عشان أنا هنا هابقى شارح لك بالتفصيل الممل بقى إزاي تطلّع الحاجة واحدة ومش في دقيقة واحدة، لأ ده إحنا هنقعد كتير أوي مع بعض بنتكلم إزاي الحاجة دي بتطلع. دوس على زرار اشترك الآن، وما تنساش لو أنت عايز الكورسات تبقى offline عاملين برضه عليها عرض قوي جدًا، جدًا.